السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة مامة التوينز. النهاردة هنعمل مع بعض المسقعة من غير قلي ومن غير زيت. هنقليها في الفرن وهنعملها بطريقة حلوة جدا. هنشوف عملناها مع بعض ازاي. بس قبل ما نبدأ وصفتنا يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا. معانا بتنجانتين، ده تقريبا حوالي نص كيلو من البتنجان. هبدأ اقشره كده زي ما احنا شايفين. قشرت يعني بقشر قطعة منه، بسيب قطعة من غير تقشير. انت حابة تقشريه كله ماشي، حابة ما تقشروش خالص برضو ماشي، مش هتفرق كتير. هبدأ اقطعه كده تقريبا كلها قطع متساوية زي بعضها، سمك واحد، ما يكونش سميك قوي ولا رقيق قوي عشان خاطر تطلع معانا النتيجة كويسة. بعد كده اجيب الفلفل بتاعنا وابدا اشيل منه البذور اللي فيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهسيبه زي ما هو. انا مش هقطعه، لو انت حابه تقطعيه مفيش مشكله برضو. وعندنا بطاطس مقطعاها صوابع، هديها غلوه واحده بس على النار، غلوه واحده مش اكتر، غلوه واحده بس على النار. بعد كده بعد ما قطعنا البتنجان والفلفل بتاعنا بالشكل ده، هنجيب معلقتين اتنين بس من الزيت، وهنجيب الصينيه بتاعه الفرن بتاعتنا. المفروض ان احنا ندهنها زيت الاول قبل ما نرص فيها البتنجان، بس انا نسيت بصراحه. عايزه اقول لكم ان انا كنت خايفه جدا لا يلزق مني، بس الحمد لله ما لزقش ولا حاجه. بس انتوا يا ريت تدهنوا الصينيه، يكون احسن بكتير. هنرص كده البتنجان والفلفل بتاعنا، ونجيب معلقتين الزيت بتوعنا ونبدا ندهن البتنجان دهنه خفيفه كده، هو والفلفل، دهنه بسيطه خالص. وانزل بقى بالبطاطس اللي احنا سلقناها. يعني احنا مش سلقناها، هي يعني يعتبر اقل من نص سلقة. هبدأ اديها مسحة زيت برضو. بصوا، عايزة اقول لكم ان معلقتين الزيت فايض معايا زيت منهم كمان. وهدخلهم بقى الفرن على فرن شغال فوق وتحت، على النار بقى على ما هي تتحمر معايا في الفرن. الحاجات اللي احنا حطيناها في الصينية، هنزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، على معلقة من الزيت، معلقة واحدة بس من الزيت، وابدأ اديهم تشويحة كده لعند ما التومة معايا توصل للون الذهبي. اول ما التومة توصل معانا للون الذهبي، هبدأ انزل بنص معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من الكمون والكزبرة، ومكعب من الماجي او مكعب من المرق، وابدأ اديهم تشويحة كده محترمة مع التومة. ابدأ اشوحهم كده مع بعض كويس. بعد كده بقى بعد ما يتشوحوا مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده، ابدا انزل بصلصه الطماطم بتاعتنا او بعصير الطماطم. دي طماطم اللي احنا كنا مصلصينها مع بعض، نزلت بيها واديها كده تقليبه. اول ما تبدا تغلي معايا، هي الطماطم كده كده متسبكه ومتصلصه. دي كانت في الفرن البتنجان والبطاطس، بوريكم شكلها وهي لسه في الفرن. هقلب بقى البتنجان على اليمه التانية ياخد لون من اليمه التانية، وارجعه الفرن تاني على ما اخلص الصلصه بتاعتنا. نرجع للصلصه بتاعتنا بعد ما غليت كده معانا. هبدا انزل عليها بالملح، وابدا انزل عليها بمعلقه من السكر، واديهم تقليبه. بعد ما نقلبها مع بعض كويس، نبدا بعد كده ننزل عليها بكوبايه من الميه. هنسيبها بقى معانا على النار لعند ما تغلي معانا. على ما الصلصه بتاعتنا تغلي، هنرص بقى الخضار بتاعنا في قلب الصينيه اللي هنعمل فيها المسقعه بتاعتنا. اهو بصوا، بوريكم ان البتنجان مقلي ازاي من اليمتين، والبطاطس واخده لون ذهبي وكريسبي وحلوه قوي. اشوفوا واخده لون ذهبي عامل ازاي. هبدا بقى ارص البطاطس وارص الخضار بتاعنا، البتنجان والفلفل بتاعنا، في قلب الصينيه اللي هنعمل فيها المسقعه. بعد ما رصينا البطاطس بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض كده، هبدا بقى بعد كده ارص الفلفل، وبعد كده هرص البتنجان. اي رصه بقى تعجبك انت، يعني الرصه دي حاجه ترجع لك انت. عايزه تعمليها طبقات، عايزه تعمليه كله في قلب بعضه بقى، دي الرصه دي حاجه ترجع لك انت، حاجه اختياريه. بس انا رصيته بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده.
بعد كده بقى، بعد ما نرص كل الكمية هنجيب الصلصة بتاعتنا اللي احنا حطيناها على النار، عملناها وسبناها تغلي على النار، وهي بتغلي كده وسخنة معانا هنجيبها وننزل بيها على المسقعة بتاعتنا، على الخضار بتاعنا زي ما احنا شايفين مع بعض كده. احاول اجيب على كل مكان الصلصه بتاعتنا عشان كل حاجه تبقى وصل لها الصلصه بتاعتنا وتبقى شاربه منها اهو. بهزها كويس كده عشان خاطر الصلصه توصل لكل مكان في المسقعه بتاعتنا. بعد كده بقى ادخلها على فرن شغال فوق وتحت لمدة 10 دقايق. بعد 10 دقايق هتطلع معانا بالشكل ده. عايزة اقول لكم ان هي كانت ريحتها تجنن بجد، كانت ريحتها حلوة جدا وطعمها كان حلو جدا جدا. عايزة اقول لكم ان هي احلى بكتير من المسقعة المقلية، واخف بكتير بكتير بكتير. تنفع جدا للي بيعملوا دايت، تنفع جدا للي بيوفروا في الزيت يعني وبيقتصدوا في الزيت زي حالاتي كده. كانت حلوة جدا جدا جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. جربوها وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. ولو وصلتوا معايا لغاية كده ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا. عايزة اقول لكم بصوا كانت حلوة جدا. وانا بصور انا ما كنتش قادرة امسك نفسي، كنت عمالة اكل. كان طعمها حلو جدا. وبكده بتكون خلصت وصفة المسقعة بتاعتنا. وطلعت بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض كده. وفي النهاية استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.